تعالى اقولك ازاي تخزني القرع العسلي تفرزيه عندك في الفريزر من السنه للسنه، واقولك ازاي كمان تعملي منه وصفات حلوه كتير. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هقولك ازاي تقطعيه بمنتهى البساطه والسهوله، لان تبقى حجمها كبير وصعب التحكم فيها. فانا هقولك ازاي بتثبتيها زي ما انت شايفه كده، ونبدا ناخدها شرايح طوليه بالشكل ده. بتطلع معايا بمنتهى السهوله، وبتقدري انك انت تقطعيها ما تبقاش صعبه عليكي حتى لو كان حجمها قد كده مرتين. وهاجي بقى فوق كده هبدا ان انا ابدا افصل الشرايح اللي انا عملتها بالشكل ده كده. هتبدا تفك معايا وتفصل معايا زي ما انتوا شايفين، يعني مفيش اسهل من كده. القرع العسلي فوائده كتيره جدا جدا بجد، لازم نستخدمه وندخله معانا في حاجات كتير. بدا عندي يبقى شكلها بالشكل ده كده، شايفين؟ بتطلع معايا وبتتفصص معايا كده شرايح بمنتهى السهوله. هبدا اجيب بقى المعلقه بتاعتي واشيل الالياف اللي بتبقى موجوده جوه دي كلها. بيبقى فيها اللب الابيض اللي هو لب الكوسه اللي بيبقى موجود في المقله. هقولك برضو تعملي فيه ايه دلوقتي. ببدا انضفها بمنتهى السهوله، معلقه عندك وابداي شيلي الالياف دي كلها. يعني سهله جدا ما فيهاش اي مجهود. لو عندك القرع العسلي قد كده مرتين 3 هتقدري تعمليها بمنتهى البساطه. هنيجي بقى على خطوه مهمه هنا. الالياف دي بيبقى جواها اللب بتاع القرع العسلي. بشيله بالشكل ده كده. خلي بالك وانتي بتفصصي الالياف تطلعي منها اللب ده حلو جدا جدا، وهقولك تعملي فيه ايه دلوقتي. اخدت بقى الشرايح بتاعتي، شلت القشر بتاعها خالص، واللب اللي كان في الالياف اللي كانت موجوده جوه طلعته كله بقى عندي بالشكل ده. هاخده احطه في مصفى واغسله حلو جدا جدا، وهبدا اروح على الشرايح بتاعتي دي واقطعها مكعبات عشان ابدا افرزها معاكم، واقول لكم انا بفرزها ازاي. وبتقعد عندي من السنه للسنه، يعني من السنه للسنه، ممكن يجي عليها السنه وهي لسه عندي في الفريزر بطلعها زي الفل. ببدا بقطعها مكعبات واحطها في اكياس ثلاجه، بفرغها من الهواء تماما واقفلها بالشكل ده، واعينها عندي في الفريزر احتفظ بيها تفضل معايا حلوه جدا. حابه اطلعها اعمل مربى واعمل منها حلويات، اضيف منها على عصير المانجا. هنعمل منها حاجات كتيره قوي، وهطلعه معاكم الفريزر وهنشوفه بنستخدمه ازاي واستخداماته ايه. هاجي بقى على اللب اللي عندي. انا غسلته حلو قوي قوي وصفيته، وهجيب فنجان قهوه كده ميه، واحط عليه معلقه صغيره مليانه ملح، وهقلبه بالشكل ده، وهدخله فرن على درجه حراره 150 140 اقل حاجه، واسيبه كل شويه بقلب فيه. وجبت عندي بقى هنا في الحله بتاعتي حطيت كيلو من القرع العسلي عليه كوبايه سكر، وهرفعه على النار. هنا بدأ يستوي معايا، بدأ ينزل الميه اللي فيه، ولسه ما اخدش السوى الكامل كده، بدأ يدخل معايا في السوى. هنا بقى استوى معايا خالص، شايفين بيبقى كميته بتقل جدا، ويبدا عندي يبقى بيوريه او مهروس خالص بالشكل ده. اول ما يبرد معايا يهدى شويه بفضيه عندي في الخلاط بتاعي، وهنزل عليه بكوبايتين كبار من الحليب او نص لتر من الحليب او اللبن، وهاخده اخلطه حلو قوي في الخلاط. وبعد كده هضيفه في الحله بتاعتي، وهنزل عليه بنص كيلو كمان من اللبن. يبقى انا اخدت عندي كيلو، استخدمت في الوصفه دي كيلو لبن وكيلو من القرع العسلي المتقطع مكعبات، وعليهم كمان كوبايه من السكر. بعد ما ضفت اللبن، طبعا السكر عندي انت بتظبطيه بقى، بتدوقيه كده بتظبطي، كان محتاج معايا كمان شويه سكر، ضفت 4 معالق، وهضيف كمان 3 معالق كبار من النشا. تمام. يعني ورشه طبعا من الفانيليا. هقلب كل المكونات دي كده على البارد معايا، وهرفعها على النار. يبقى دي وصفه حلوه هنعملها من القرع العسلي. هنعمل بودنج القرع العسلي او مهلبيه القرع العسلي، وحياه يعني مش عارفه اقول لك ايه، قمر قمر قمر. يعني من احلى الحاجات اللي انت ممكن تعمليها، طعمها حلو جدا، قيمه غذائيه بقى مش عايزه اقول لك. احنا داخلين بقى، الولاد داخلين على امتحانات ومذاكره الايام دي، ربنا يكون معاهم يا رب. حاجه حلوه كده تطري على القلب في الجو برضو الحر اللي احنا فيه. تكون كمان مغذيه، يعني حاجه تكون حلوه ومغذيه وكلها قيمه غذائيه. طبعا القرع العسلي بس اعملي سيرش على جوجل، هيقولك فوائد القرع العسلي ايه. بجيبه بقى بعد ما القوام بيتقل معايا على النار، برفعه وبصب عندي في البولات بتاعتي او الفناجين بتاعتي او الكوبايات زي ما تحبي. حابه بقى تزوقيه بجوز هند وزبيب وحاجات من دي مفيش مشكله، بتحبيه ساده سيبيه ساده. كريمي جدا جدا، دخليه التلاجة طلعيه كريمي. يعني شايفين حاجه كده كريميه، طعمها حلو قوي. اقول لك طعمه قريب شويه من الكريم كراميل، مش عايزه اقول لك احسن كمان من الكريم كراميل. طعمه حلو جدا جدا. دي اول وصفه عملتها معاكم من القرع العسلي. لسه هنعمل مربى القرع العسلي وطواجن القرع العسلي بالبشاميل، وهنعمل كمان معجنات من القرع العسلي. تابعوني لسه جاي حاجات كتيره.